الله الله الله. انتوا بتعملوا مقاسين من القطايف ولا مقاس واحد؟ بنعمله كل المقاسات. ده ايه الماتيريال بتاعه ايه؟ ده الزهر. ده زهر برضه بس مش نحاس زي اللي جوه. لا 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 ده زهر بس. طب ما تقول لي سر اللي من اسرار الكنافه. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. ورمضان يعني الكنافة والقطايف. وانا النهاردة رحت عند اشطر ناس بيعملوا كنافة وقطايف في مدينة نصر كلها، الفلاح بيعملوا كنافة وقطايف وسمبوسك ومعجنات كتير جدا. هنتعرف عليهم النهاردة ونشوف الجماعة دول منين. شباب زي الورد بصراحة، وزي ما قال حكيم ويبيع الكنافة عنده زباين كتار. والنهاردة هنروح نشوف بقى ونشتري منهم كنافة وقطايف ونسمع منهم أسرار الكنافة الصح لما تتعمل في البيت نعملها ازاي. يلا بينا، وما تنسوش تعملوا لايك كتير وشير كتير وصلوا على الرسول عشان عمركم يطول. يلا بينا. وصل المعلم دلوقتي. كل سنه وانت طيب. عامل ايه؟ الحمد لله. تعالى من بني سويف. ايوه بقى، لقينا الصعايده اللي هم بتوع الحاجات دي هم الاصل الكلام ده. قول لي بقى اصلا دي مختلفه عن دي ازاي او ليه؟ يعني دي بتتعمل في ايه ودي بتتعمل في ايه؟ هي بص، هي دي زي بس دي بتتعمل بسمنه وسكر بس. يعني العجينه مختلفه. دي اول حاجه كده. تمام. دي بتتعمل بسمنه وسكر بس. دي سمنه وسكر بس. الصينيه بتبقى اسمها ايه؟ بيعملوها ايه؟ صينيه كنافه بايه؟ صينيه كنافه بلدي. مختلفه عن دي خالص. مختلفه عن دي خالص. ممكن بقى دي ايه؟ بتجيب لبن بتغليه. ايوه. وتقطع فيه لبن وتسكره وتاكل عادي. فته يعني. بس. حلوه دي. عاوز تعمل صينيه زي دي بس بتختلف بقى. دي بتعمل لها شربات. ايوه. اللي هي العجده اللي بتسقي بيها. ماشي. ودي مش بتعمل لها حاجه. دي ما تعملهاش حاجه. لا. الشغلانه سهله ولا صعبه اللي بيتعلمها؟ يعني اللي يتعلمها ممكن ياخد قد ايه وقت عشان يتعلم؟ يوم واحد؟ ويبقى صناعي كنافه؟ لا يبقى انا كده صناعي كنافه خلاص. يلا يا باشا. يلا بقى. توكل على الله. خش ما تخافش. ما تخافش. خش. يا نهار ابيض. خش وسع. ما تخافش. خش. الله ينور. بالراحه. وطي ايدك. خش. شبك بقى كده صح؟ ايوه. الله ينور. لا ده انا بقيت الصلاة على النبي. انت صنايعي يا عم. لا يا راجل، ده انا بوظت الدنيا. لا خد يا معلم. الله. لا ده انا شيل شيل يا عم. اتني. ودي. الله اهي. السلام عليكم. الله وبركاته. عامل ايه؟ الحمد لله. البحيره مكسره الدنيا. الحمد لله. مش كلكم البحيره؟ مفيش حد غريب. لا. ربنا يا رب يوسع عليك. عرفني بس بحضرتك. انا اسمي ابراهيم اسماعيل. منين من البحيره؟ قتال بارود. ما شاء الله. تحيه لقتال بارود. ان شاء الله اروح البحيره قريب على ايديكم ان شاء الله. قول لي اصلا ليه الحاجات دي مشهوره ليه في البحيره؟ الحاجات دي المخبوزات والفطير والكلام ده مشهوره في مصر عموما. لا بس اهل البحيره حريفه فيها هي والفطير والمخبوزات عموما يعني. ليه بقى اصلا؟ اتعلمناها ابا عن جد. لقينا اهالينا بيعملوها كده برضه. العجينه دي مختلفه عن الكنافه والقطايف مختلفين عن بعض. طبعا. طب مكوناتها سريعا كده. مكوناتها مثلا دقيق وميه وملح وخميره وبيكنج باودر وفانيليا. انتوا بتعملوا مقاسين من القطايف ولا مقاس واحد؟ بنعمله كل المقاسات. في اللي عايز عصافيري، في اللي عايز وسط، في اللي عايز بيعملها لحمه، في اللي عايز يعملها بيتزا. بالظبط. دي ايه بقى اللي بتعمل الوسط بقى اللي هي بتنحشي عاديه يعني. خش كده. زي ما انت ده. خش. دي العاديه. بس شغلانه يا معلم، شغلانه. الحمد لله. يعني حاولت اعمل الكنافه يعني طلعت نص. دي بقى اللي بتعملها دي صعبه قوي. لا ده سهله جدا. ايوه بس هو ليه مقدار معين بينزل مش اي حاجه. هي موضوع نسبه وتناسب بس. لا وتعود. انا بقالي حوالي 20 سنه او 21 سنه بالظبط. انت اشتغلت في اماكن كتير بقى. انا سنه خريج جامعي يعني. جامعه ايه؟ جامعه سيبربيت طنطا. والله ده انت افوكاتو قد الدنيا يعني. الحمد لله. ربنا يا رب يوسع عليك يا اخي. يعني انت ده مثال للشباب ان هو حتى لو خريج جامعي بس عنده شغلانه حرفه في ايده بياكل منها عيش. الحمد لله. ما اشتغلتش في المحاماه؟ لا شغال والله. يعني انت جاي هنا في المناسبات بس؟ بيحتاجوني بقى في الموسم. معروف ان هو موسم شغل. برضه في الفطير لما ابقى مزنوق انا صناعي فطير برضه. ربنا يوسع عليك. متجوز ولا لا؟ الحمد لله. معاك ايه مين بقى؟ معايا الاء واحمد. الاء واحمد. تحيه لالاء واحمد يا عم عشان ما يتفرجوا عليك اهو. ربنا يخليك. مين علمها لك برضه؟ والله واحد مش معانا هنا خالص. يعني حد بلدياتك برضه؟ ايوه بلدياتهم. دخلها في مجال الفطير والقطايف والكلام ده كله. انت بتعمل ايه غير القطايف في الايام العاديه؟ بعمل برضه فطير وكسكسي ومخروطه صنايع كل حاجه. يعني انا بقالي 6 سنين في الصنعه. بقالك 6 سنين في الصنعه. الراجل ده اللي ماسك الكنافه على فرنجي. ما شاء الله. ده فرنجه ولا شعر؟
شهر ان شاء الله. قول لي بقالك كام سنه الاول؟ بقالي 8 سنين. اسمك ايه بقى؟ الشحات جاسم. الشحات جاي من برضه من بحيره من ايتال بارود. بحراوي ان شاء الله. والله انتوا ناس محترمه. حبيبي يا غالي. قول لي العجينه مين اللي بيعملها؟ انا ان شاء الله. دي مختلفه عن الصعيدي. مختلف عن اي عجينه. مكوناتها ايه بقى كده؟ بودره. ايه بودره دي؟ عاديه. ايه بودره؟ عاديه يعني بودره عاديه خالص. حلو. هي ليها بودره لوحدها؟ دقيق عاديه خالص. حلو. وهي الزيت او سمنه والملح والدقيق بس كده. ده طبعا نحاس ولا ايه؟ زهر. ده زهر برضه بس مش نحاس زي اللي جوه. لا ده زهري بس. انما انت ما بتعملش فيها حاجه، انت بتنصبها وتحط لها العجينه وهي شغاله مع نفسها. شغاله مع حالها. انا هاخد منكم كنافه وقطايف، يعني بعد رمضان بتعمل ايه؟ حلواني، كنافه ولاش بسبوسه عرايس يعني دي شغلانتك اصلا، يعني ما بتعملش فطير زيهم. يعني انت بتيجي في رمضان بس. طب ما تقول لي سر اللي من اسرار الكنافه ازاي تطلع طريه؟ عشان هي بتبورنا. انا بعملها في البيت بعد الشربات الاقيها نشفت. انت بعجين الكنافه وانت بتعملها في البيت بتدي نسبه سكر، يعني مثلا الكيلو بتدي له قيمه اقل من ربع كيلو سكر. وهرسهم بتقلبوا عليها عليها. حلو. تمام. وبتدي لها نسبه زيت اقل من ربع كيلو زيت برضه. يعني على كيلو. على الكيلو. حلو. زيت ولا سمنه؟ اي حاجه. حلو. وممكن يكون برضه كمندي على يعني ممكن تخلط زيت على سمنه عادي. احطهم برضه واقلب كله ده ببعض. تمام حلو. وبتيجي امسكهم فريقهم في بعض بحيث ان انت تدوب السكر. ماشي. وبتيجي مسمنها من تحت من الارضيه مدينا سنه زيت او سنه على الصينيه. على الصينيه. ماشي. وبتيجي نازل رجه زي انت ما انت عايز، وممكن لو عايز تحشيها من النص بتنزل نص الكنافه. يعني احط رق وادككه. الله ينور عليك. رق وادككه. حلو. تنزل الحشو بتاعك. ماشي. وتيجي مدي رق التاني. تمام. بتجيب صينيه تلبس في اللي انت عاملها ونكبس بقى من فوق. بس كبسه بسيطه مش جو. ماشي. عشان ما تنشفش منك. انا لو انكبست جامد بتنشف. كبسه خفيفه. نص ان هي تبقى بس ماسكه نفسها. وندخل الفرن. وتدخل الفرن وتاخد وش يا دوب الوش يحمر تيجي جالبها على ظهر الصينيه تاني. ماشي. انت بتولع الفرن فوق ولا تحت؟ لا فوق، الاحسن فوق. فوق بس. فوق بس. تمام. دي برضو معلومه جامده. انت بتيجي جالبها على ظهر الصينيه. ماشي. تيجي على الصينيه اللي انت غلبتها اهو. وندخلها تاني. انت غلبتها على ظهر الصينيه. اصبح الصينيه اللي انت غلبتها فوق. الوش الاحمر بقى تحت والابيض بقى فوق. انت صاجتها بقى ايه وساحتها. ماشي. احمروا بقى الاثنين. الشربات بقى. تيجي ننزلها بالشربات. الشربات بتبقى زي نظام خيط زي دي كده. الشربات مكوناته ايه؟ بتنزل مثلا على كيلو السكر ربع كيلو عسل جلوكوز. لازم. عسل جلوكوز. عسل جلوكوز بيدي طعم وبيدي لمعه. ما تبقاش طبيعي يعني بيبقى لمعه كده. وفي فانيليا ولا مفيش؟ ادي فانيليا، ادي ليمون، ادي اي وقرفه. في ناس بيحط لها عدين قرفه كده. لا هو الليمون والفانيليا. في حاجه اسمها ملح ليمون برضه. وملح ليمون سنه برضه. حط كل ده على الشربات عادي. الشربات دي تقبل اي حاجه. وينزل عليها خيط كده ما تدلقش جامد على ما يبقاش تقيل. شفت العسل الابيض؟ هي اخف منه سنه. يعني ما شربهاش جامد قصدك؟ لا 4 جرات 60 100 150 175 175. طبعا ده الراجل اللي مسيطر على المكان كله، هو اللي بيبيع وهو اللي بيقابل الزباين وكل حاجه. عامل ايه؟ الحمد لله والله يبارك. كل سنه وانتم طيبين الاول. السلام عليكم. وانا فرحان جدا ان انا عندي اهل البحيره، لان انا بحب الناس دي جدا. انا صورت ناس كتير بتعمل على فكره المخبوزات دي كلهم من البحيره. علي يا باشا. حبيبي يا علوه. انت بقالك كام سنه هنا؟ بقالي 3 سنين. 3 سنين في مدينه نصر. برضه من البحيره من اتاي البارود. قول لي بقى الاسعار بتاعتنا ايه؟ والله احنا هنا الاسعار مخاطب يعني كل الفئات، محدود الدخل والموظفين والحرفيين. ربنا يا رب يوسع عليك. طب قول لي كيلو الكنافه بكام؟ كيلو الكنافه يعني مثلا تروح 30 40 ما بندققوش يعني. السعر في متناول الجميع يعني. والقطايف؟ والقطايف برضه كذلك نفس النظام. والجلاش انا عايزك تقول للناس الاسعار عشان اللي يجي يبقى عارف الاسعار. والجلاش ب 15. الجلاش والجلاش ب 15. وفي عندك السمبوسك؟ والسمبوسه برضه ب 25 20. قول لي انت على الفرش في حاجات ثانيه شايفها؟ في عيش سوري شايفه انا. في عيش سوري ارفع لي واحده. في عيش سوري وفي ملفيه وزبيب. حلو. قول لي كده منتجات. وعندنا تمر وعندنا كنافه وبسبوسه كمان. وبسبوسه. كنافه بلدي وكنافه فرنجي ما شاء الله. كنافه نابلسي. بسم الله ما شاء الله. انا عند اشطر واحد بيعمل العيش السوري هنا عندهم، هو ما شاء الله مخبينه جوه عشان ما حدش ما يتحسدش. عامل ايه؟ طبعا من البحيره من ايتال البارود. خلاص انا حفظت انا ما شاء الله عليك. قول لي مين اللي علمك العيش السوري ده؟ بص عبد الحليم. عبد الحليم؟ الله، ده عبد الحليم طلع كمان معلم اهو. دي ميه وملح ودي بس. ده زي الرواق كده يعني والكلام ده. بس الفرق بتاعه في التسويه، ما هو رواق شغال رواق طري، عيش سوري كده. بس الفرق في التسويه بقى. انت بتسوي على اسمه ايه ده؟ جريل وحجر عيش حجر سوري. حجر سوري.
دي المخده اللي انت بتحط عليها دي اسمها ايه؟ مخده عاديه، في فرق بقى في الحجم بتاعها، لسه هتعملها كبيره صغيره بتغير المخده يعني. ده ما بياخدش وقت خالص. لا ما بتغيبش. يعني مثلا لو عايز اعمله عيش سوري بكبره عن كده، بغير المخده بعمل مخده تانية. بس المخده اللي معايا بتفرق. لا جامد. اما ده كده بعمله الحجم الوسط، شغال معاك كل حاجه. رقع طري، عيش سوري، كريب. لا جميل. الله ينور عبد الحليم يا عسل. دي شغلانه يا عم. اي حاجه شغلانه طبعا. قول لي الخامه بتاعت الصاجه دي ايه؟ دي زهره. دي زهر ولا نحاس؟ زهر نحاس. نحاس طبعا. لان دي ما ينفعش يبقى المونيا طبعا، ولا ستانلس ولا اي حاجه. اي حاجه لازم نحاس. ما شاء عشان الله. بتاخد الدرجه المعينه بتاعت النار بتاعتها وبتروح بيها. انت عارف مين اللي اخترع الكنافه دي ولا ما تعرفش؟ لا ما اعرفش. لازم تعرف بقى. لازم تعرف ان الفاطميين هم اللي اخترعوا الكلام ده كله. قول لي طب انت بقالك كام سنه بتشتغل الشغلانه دي؟ بقالي 8. رمضان احلى مع المفتش كرومبو.